الجو حر، مفرهدين ومكسلين، نفسكم في حاجة حلوة بس تكون خفيفة كده وترطب عليكم. عارفين تعملوا ايه في الحر ده؟ تعملوا كيكة موس الجيلي، كيكة فخمة وباردة وطعمها حكاية، بتدوب في البق كده، ترطب عليكم حر الصيف، بسيطة وسهلة، ومكوناتها كلها من التلاجة. اول حاجه هنحتاج باكت من الجيلي. انا مستخدمه جيلي فراوله من دريم، ولكن ممكن تستخدموا اي نكهه او اي طعم تاني انتوا تحبوه. هحط عليه كوبايه من الميه السخنه وهقلب كويس جدا، واهم حاجه تتاكدوا ان حبيبات الجيلي دابت تماما. وبعد كده بزود نص كوبايه من الميه البارده وبقلب كمان مره وبسيبه على جنب بقى، وابتدي في الوصفه بتاعتي. ده هنسيبه كده في حراره الغرفه. هنجهز بقى اول حاجه الطبقه الاولانيه، كيكه اسفنجيه سريعه في الخلاط، سريعه ومضمونه جدا. هنحتاج بيضتين، هننزل عليهم بكوبايه الا ربع من السكر، ربع كوبايه من الزيت، معلقه كده من الفانيليا البودره او باكيتين فانيليا بودره لكل بيضايه باكت. ونضرب كل حاجه في الخلاط لحد لما الخليط يفتح زي ما انتم شايفين كده، السكر يدوب خالص والخليط يفتح ويبقى لونه زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هننخل عليهم كوبايه من الدقيق، معلقه صغيره من البيكنج باودر، ربع معلقه صغيره من الملح، ونقلب كل الحاجات دي مع بعضها. هيبقى قوام الخليط سميك زي ما انتم شايفين كده. طبعا عارفين انا بعمل كيكه ايه، كيكه الحليب الساخن، الكيكه اللي لغيت بعدها كل وصفات الكيك. احلى كيكه اسفنجيه ممكن تعملوها في الحياه، واضمن كيكه كمان. نص كوبايه من الحليب، وهنحط عليها 3 معالق كبيره من الزبده. طبعا في ناس عملتها بزيت وناس عملتها بسمنه وكانت بتطلع حلوه معاهم، بس هي اصل الوصفه بالزبده. بنغلي بقى الحليب مع الزبده كده، واول ما يغلي ويفور خالص زي ما انتم شايفين كده، بننزل بيه وهو سخن وبيغلي زي ما هو كده فوق الخليط. ما تقلقوش خالص، هطلع معاكم كيك اسفنجي يجنن. ونقلب كده، ده قوام الخليط معانا خلاص كده. خليط الكيك الاسفنجي بقى جاهز. صينيه بقى مقاس 22 من مقاس 22 لمقاس 24، ونحط فيها الخليط. انا مستخدمه صينيه بايركس، اديت لها دهنه زيت كده، وبحط فيها خليط الكيكه، نظبطها ونسويها كده، وبندخلها فرن سخن على درجه حراره 175. هتاخد في الفرن تقريبا 20 دقيقه. الكيكه خلي بالكم يعني مفروده في صينيه كبيره، فمش هتاخد وقت في الفرن لان سمكها قليل، سمكها رفيع، عشان احنا عاملين 3 طبقات. اهم حاجه الخشبه تخرج نظيفه من نص الكيكه. خلاص خرجت نظيفه من النص تمام. هنسيبها بقى تبرد وتهدى على ما نجهز السيرب او الحاجه اللي هنسقي بيها الكيكه. نص كوبايه من الميه السخنه، ونحط عليها معلقتين كبار من السكر وندوبهم مع بعض كده. وده الحاجه اللي هنسقي بيها وهنطري بيها الكيكه. ممكن كمان تعصروا كمان عصره ليمونه تديها طعم او فليفر كده. بنخرم الكيكه بس تكون طبعا بردت وهديت خالص، وبعدين بنسقيها بقى بالسيرب ده. طبعا ممكن تسقوا بربع كوبايه فقط، ممكن تسقوا بالنص كوبايه كلها، على حسب حابين الكيكه تبقى طريه ومويست قوي ولا تبقى ماسكه نفسها كده وناشفه شويه زي ما انتوا عاوزين. فممكن تقللوا كمان السوائل اللي هتسقوا بيها الكيكه. نسيبها بقى على جنب على ما نجهز طبقه الموس. هنحتاج باكيتين من الكريم شانتيه، من باكيتين ل3 باكيتات على حسب الكريم شانتيه بيرمي معاكم قد ايه. الباكيت الواحد بياخد نص كوبايه حليب بارد، فانا معايا هنا كوبايه بس، بزود بالتدريج واحده واحده. انتوا عارفين ان انا بزود بالتدريج، مش بتبع التعليمات قوي بتاعه العبوه علشان ما يطلعش سايب معايا. المهم وانا بضرب حسيت ان الكميه دي قليله شويه، فزودت كمان باكيت ونص كوبايه حليب. يبقى كده انا استخدمت 3 باكيتات. على حسب نوع الكريم شانتيه اللي هتستخدموه هيرمي معاكم قد ايه. وبنضرب لحد لما الخليط يبقى متماسك خالص. بصوا، نرفع المضرب كده يبقى ماسك نفسه تماما. نجيب بقى الجيلي اللي احنا عملناه قبل ما نبتدي في الوصفة، بيكون خلاص بقى بدأ يتكتل كده وبدأ يجمد ويمسك نفسه. ننزل بيه على الخليط ونضربه بالمضرب، هيبقى زي ما انتوا شايفين كده. ودي بقى الطبقة التانية اللي هي طبقة موس الفراولة أو موس الجيلي. بصوا بقى شايفين قوامها عامل ازاي، سايب شوية زي ما انتوا شايفين كده. حطها بقى فوق طبقة الكيكة، وطبعا طبقة الكيكة باردة تماما ومسقية وكله تمام. نظبطها ونحاول نسويها كده على قد ما نقدر. ومعايا شوية فراولة كده لأنه طبعا مستخدمة جيلي فراولة، فهحط فراولة هزين بفراولة مقطعها نصاص كده وهرصها في الصينية زي ما انتوا شايفين كده. لو هتستخدموا مثلا جيلي توت او جيلي اي حاجه، استخدموا نفس الفاكهه وزينوا بيها. هي كده كده خطوه اختياريه. بندخلها بقى التلاجة تمسك نفسها يعني نص ساعه ساعه كده ولا حاجه على ما نجهز الطبقه الاخيره. هنحتاج من باكت لباكتين من الجيلي على حسب عايزين طبقه الجيلي اللي فوق دي تبقى سميكه او رفيعه. انا الصينيه بتاعتي كانت عريضه شويه فاستخدمت باكتين من الجيلي. استخدمها برضو دريم، في منه 11 نكهه مختلفه، وفي كمان ميكسات يعني ممكن تعملوا ميكس ما بين نكهتين. حطيت عليهم كوبايتين ميه سخنه ودوبت الجيلي، وبعد كده بحط كوباية مية باردة وبقلب كمان تقليبة، وكده الجيلي بقى جاهز معايا اللي هي الطبقة الأخيرة خالص. وأهم حاجة إن طبقة الموس تكون مسكت نفسها زي ما انتوا شايفين كده، جمدت ومسكت نفسها، لأن هي اوريدي عليها جيلي، فطبعا الجيلي هيخليها تتماسك وتجمد تماما. تسيبوها تاخد وقتها في التلاجة قبل ما تحطوا عليها الطبقة الأخيرة اللي هي طبقة الجيلي. وبظهر معلقة كده وبنسكب الجيلي كده بالراحة علشان بس ما يخرمش الكريم شانتيه
نلاقي بقى طالع علينا بقى ايه حتت بيضه كده. بصوا شويه برضو طلعوا كده يعني مفيش مشكله. بشيل طبعا النقط البيضه اللي فوق دي، بوريكم انا بشيلها. طبعا برضو ايه الجيلي وهو نازل احتك برضو في الكريم شانتيه برضو ايه خبط فيه كده، فايه طلع شويه نقط كده. نظبط كده عشان يبقى شكلها حلو. بس هي طبعا ما دام مسكت نفسها كويس مستحيل ان هو ايه يدخلوا في بعض. وبندخلها التلاجة بقى تمسك نفسها 2-3 ساعات لحد لما الجيلي اللي فوق ده يتماسك تماما. ضحكوا بقى. رندا جايه بتقولي ماما الجيلي مسك نفسه، فبقول لها عرفتي منين؟ قالت لي قعدت انفخ فيه كده لقيته بقى مسك نفسه وبيتهز كده زي اللي بيجي في التي في. قلت لها شاطره حبيبتي برافو عليكي. انا حطاها اصلا وحاطه قلبي ايدي على قلبي كده يا لهوي خايفه اصحى الاقي رندا عجناها. بصوا بقى الجمال، بصوا الجمال. عامله زي معلقين التلفزيون انا دلوقتي عامله خرجت من الماتش وبتكلم في حاجه تانية. بصوا الجمال بقى، الله شايفين الطبقات حلوه ازاي؟ بصوا الكيكه الاسفنجيه عامله ازاي، شاربه بقى من كل حاجه، شاربه من السيرب، شاربه من الموس اللي اتحط عليها. طعمهم يجنن، الميكس مع بعضه رهيب. طبعا الكيكه بقى ايه بارده كده وسقعه، بتتاكل سقعه طبعا، فبترطب بقى في الحر ده. عايزين ايه حاجات كده تنزل درجه الحراره شويه. تجنن الميكس مع بعضه رهيب. تحسوا ان انتوا بتاكلوا تورته او جاتو، حاجه كده خزعبليه. طبعا زي ما انتوا عارفين مفيش صيف من غير جيلي دريم. وبس كده، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تجربوا الوصفه وتقولي رايكم فيها. نزلوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك، واشوفكم ان شاء الله المره الجايه فيديو جديد.